قلب لكم ان شاء الله. يوم شكركم ما يجي، يوم شكركم ما يجي، ولولاكم في حاجات كثيره ما كان بقت، ولولاكم في معارك كثيره ما كانت حسمت، ولولاكم في حاجات كثيره لجنجويد ما كانت دمرت وانتهت، ولولاكم في ناس كتار ما كان تلبوا من المركب ده، ولولاكم لانه نحن اللي عارفين الشغل اللي انتم بتجيبوه وبنوصلوا نحن سواء كان بطريقه مباشره او غير مباشره، عارفين قيمه الحاجه دي شنو واثرها شنو الان في الميدان، الانتصارات والحاجات واللي قاعد تحصل. كميه من الشباب الشغالين في الميديا، ما كل الناس بتاع ونسه، ولا كل الناس بتاع اساءه ولا نبس، ولا كل الناس بتضيع زمن، لا، في ناس شغاله شغل كبير جدا. فتحياتي لكل زول شغال الشغل ده، وانتم عارفين نفسكم طبعا كلكم. تحياتي لكم، حبكم لهذا الوطن الكبير، وارموا قدام، ما تقيفوا ولا تشتغلوا باي زول. المهطرشين والباحثين عن الشهره والباحثين عن اللايكات والشير والحاجات دي خلوهم منهم. احنا شغالين شغل من اجل هذا السودان. فكل الحب والله محباتنا لكم يا شباب. طيب، انا يبدو لي انه المعلومات اللي عندي حاجتي اللي داير اوصلها للناس وصلتها. ما ظنيت عندي حاجه ثانيه، عشان برضو ما امسك زمن الناس واجرب الناس هوا واقعد اونس الناس. ساي زمانكم غالي بالنسبه لكم. اقول لكم كتر خيركم، ربنا يصلح حال السودان. بس في حاجتين كده طبعا، دي من التذاكر برضو، التذاكر اللي جات مؤخرا. ده واحد من الجماعه القائد قال لك عميد دقاش عبد الرحيم. زايلي ده برضو. موسى حمدي ركيز القبيلة، قال لك ركيزة من ركائز القبيلة. دنيا زايلي. طيب، أنا السوداني يعني. طيب، هل من شيء آخر؟ كيف يا أخ؟ في زول نسيناوي يا أخ. هلا 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 هلا. ده ماشيين ننساه زولنا ده. يا الممثل الجوفاني حبابك، وينك؟ هلا الربع الزمن بيك. كيفك يا أخي؟ إن شاء الله طيب. أنت كيفك من البرد؟ أنت كويس يا أخي؟ طبعا الجوفاني بعد ما عرت من السودان وصل وصل الجنينة، ومن الجنينة وصل تشاد. أنا أتوقع إنه عمر جبريل حيعرض لتشاد قريب ده، وهسه بيكون عرض تشاد ذاته ما بعيد. يا جماعة الجوفاني ده ساكن في شارع 30 في أم جمينة. الجوفاني أنت مدسي في شارع 30 وساكن لك في بيت زول. الزول ده قال لك يا الجوفاني أنت ما تمرق بالنهار، قاعد زي الخفاش مدسي النهار ده كله، بتاكل جرقندي بالرز ونايم في البيت. كويس؟ انت قاعد في شارع 30 ونايم في البيت. صاحبك قال لك ما تمرق من البيت بالنهار، كان تمرق لا تمرق بالليل، تتغمغم قدار تمرق، تتغمغم بالكدمول، تلف وشك بالشال وتمرق. تمرق كركنجي، باكل كركنجي، ونايم في بيت زول باكل كركنجي. الزول وعدك دفعت له قروش وقال بيعمل لك اجراءات وورق وكلام زي ده. كويس؟ وجننت الزول بالتلفونات وكرهته بالكلام الكثير. يا زول ما طلع لي ورقي. انت يا معلم دار تصيج وين؟ دار تعرض وين؟ دار تمشي امريكا الجنوبيه ولا شنو؟ ترامب قفل اللجوء. ما في طريقه تمشي مكسيك ولا تمشي امريكا. ما في طريقه تعرض يا صاحبي. طريقه تعرض ما في. تكون قاعد في افريقيا دي نستلم احنا السودان ده ونجيبك بلد. كويس؟ ايوه، قاعد في بيت ابن عم محمد صالح النظيف، قاعد في بيت ابن عمه، وعدوا انه يطلعوا له الاجراءات ويعملوا له ورق. يا جنجويد القاعدين تقاني جرى مشى دار يطلع له ورق في تشات ودفع له قروش، والان مستعجل الزول عشان انه داير يطلع له ورق، داير يتخارج. يا جماعه الجنجويد الجوفاني جرى مشى هسه مدسي في تشات، وانتوا قاعدين. ايوه، قاعد في بيت ابن عم محمد صالح النظيف، وكلهم جنجويد في جنجويد. مدسي قاعد في البيت ضارب الهمبريب ونايم منتظر ورقه يطلع. بس انا داير اعرف بيمشي وين. داير يمشي ابو ظبي، ماشي لظافر في ابو ظبي، داير الجواز عشان تمشي ابو ظبي يا الجواني صح؟ الجواز السوداني بتاع دولار 56 دي ما في لك تجديد. مشيت دفعت قروش، قلت يا اخي طلع جواز تشادي تمشي ابو ظبي لانك تشادي. داير تمشي ابو ظبي للظافر والجنجبيت هناك. ويا شفاته الدولار 56. المهم الناس تكون عارفه المعلومه دي.
انه الزول ده شكله كده دار يكبرها لناس ظافر هناك في ابو ظبي، فتقطقوها انه قال له يا معلم تمشي تشاد تطلع جواز تشادي وتجينا في ابو ظبي كانك مواطن تشادي وتظبط امورك وامورك هنيه يعني. هو اصلا تشادي، هو اصلا تشادي مش اوكي، هو اصلا تشادي قال لي. لا لا تمام. على العموم دي الحاجه اللي مفترض الناس يعني ناس يعرفوها وكده يعني. طيب ده طبعا ده واحد من عيال الماهريه ملص اثنين من عيال الرزاق من عيال المسيريه عين ملصهم ملطي عينه ملصهم من ملابسهم وبهين فيهم كشفوا. ده واحد من الماهريه، وشو طبعا كلهم زرق زينا يعني، ده ازرق وده زرق، هو لكن ده شايف نفسهم عرب وده برضه شايف نفسه عربي. ده بهين في دل يعني عرب في بعض، والاثنين ديل بيشوفونا ان احنا زرقاء. يتخيل هسه الديل الاثنين ديل بيشوفونا احنا زرقاء وده برضه بيشوفنا احنا زرقاء. ها وده ملص زي البلبوط. الملص عندهم عباره عن عادات وتقاليد. على العموم ده طبعا ده اخو جلحه اللي انجغم مع جلحه، ده اخوه. ده شيء جلحه الجغمون المسيريه، الجغمون اقصد الرزيقات جغمو. ده شيء جلحه طبعا. الصوره دي مهمه شديده يا جماعه. امس في جروب من جروبات الجنجويد جابوه، والجنجويد طبعا شكله ضابط وقائد منزل الصوره دي، منزل معاه صوتيه قال لهم جلحه الله يرحمه الله المسيره قد ضربته ودي عربيته. طبعا قصوا المحل ده، شفت محل التاريخ والبتاع ده قصوا الصوره دي من هنا بتجابوها لهم في الجروب، والجماعه نازلين يترحموا الله يرحمه الا الله يرحمه جلحه والله كان قاعد الله يرحمه، وسايقين ساق لك الجماعه بالخلا، مع انه الصوره دي جابوها انه ده عربي جلحه. الصوره دي هذه في العراق عينه مصرع واصابه 5 اشخاص بحادث مروري عنيف في البصره الجمعه يوم 1 نوفمبر 2024. شوف الصوره ساقون باب الخلا في داخل جروبهم لغايه جاي يترحموا. الصوره دي يا جنجويد اليوم انت كنت في الجروب، الصوره دي من العراق من البصره، الصوره دي ما في السودان. القائد اللي ساكم بالخلا بالصوره دي امسكوه جزوه، امسكوه احلقوه صلعه لانه كذاب ابن كذاب. جنجويد كذاب معتوه. قص المحل ده وجاب لكم الصوره دي قال لكم والله ده قال القائد جلحه والله الله يرحمه المسيره والله المسيره قال والله المسيره جغمتها دي عربيتها، قال ده الباقي من عربيتها. تخيلوا قال ده باقي من عربي الجلحه، والله جاب الصوره دي بهذا الاسلوب داخل الجروب حقهم. اضرب ما في الموضوع اقوم نولع النور. اضرب ما في الموضوع انه الجماعه جابوا ترحموا يعني الا الله يرحمه، الا الله يرحم البطل الله يرحمه. يا جماعه معقوله في الحياه دي في ناس بيساقوا بالخلا بالدرجه دي؟ معقوله السوق ناس بالدرجه بالدقداق للدرجه دي يعني؟ يا اخي انت زوج جاب لك صوره جاب لك حاجه امشي ابحث في الانترنت في حاجه بتاع التحقق من الصور، جابوا لك صوره دار تعرفها قديمه جديده امشي داخلها هناك شوف الصوره دي بوريك لها تاريخ امداد. لكن ما يجي قصقص له صوره يجيبكم سوق يسوقوها الناس بالخلا يعني. حبابكم والله ابو روعه تحياتي لك والله تكرموا يا شباب. تسلموا كثير. تحياتي لكم. انا والله داير امشي يا اخي داير امشي اصلي لانه المغرب كبس قبيل، نحن على مشارف العشاء زي ما قالوا، في ناس بعد جهز للعشاء ذاته، احنا المغرب ذاته فاتنا والله. طيب